اسبانيا بطلا ليورو 2024 لتصبح اكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة الاوروبية في 4 مناسبات. تاركة ألمانيا في المركز الثاني ب3 بطولات، وإيطاليا وفرنسا ببطولتين، وده بعد ما تغلبت على انجلترا بنتيجة 2-1. وأعتقد الجماهير الإنجليزية المفروض تبطل تغني It's coming home، يعني عشان قلبت ميم خلاص، مرة It's coming Rome ومرة It's coming مدريد، كفاية يعني. اسبانيا استعادت المجد الأوروبي الغائب من 2012، وعملت ده بأداء عظيم ولاعبين شباب خطفوا أنظار العالم. ولكن الأداء الخارق للافوريا روخا ما كانش وليد الصدفة أو بطل اتولد من البطولة أو أي حاجة من الحاجات دي. المشروع الأسباني بدأ من فترة مش قصيرة، ولو هنسأل كيف فازت أسبانيا في اليورو في 2024 فاحنا محتاجين نرجع للحكاية من بدايتها. فمعاكم أحمد الجعفري، والنهاردة هنتكلم عن كيف فازت أسبانيا باليورو في 2024. في صيف 2008 فاجئ لويس أراجونيس مدرب أسبانيا الجميع باستدعاء الشاب بويان كريكيتش صاحب ال17 عام لاعب برشلونة ضمن قائمة ال31 لاعب الأولى للافوريا روخا، بدلا من أسطورة ريال مدريد وقائده راؤول جونزاليس. ورغم استياء الصحافة وهجومها، إلا أن تصريحات راؤول الدبلوماسية هدت من الأجواء، واللي أكيد هدها أكتر كان فوز أسبانيا بتاني بطولة يورو في تاريخها، والأولى من مدة طويلة جدا وبأداء عظيم. صحيح أن بويان كريكيتش تم استبعاده من القائمة النهائية واللي ضمت 23 لاعب فقط، ولكن المزيج الناجح اللي عمله أراجونيس باللاعبين من مختلف الأندية أظهر المنتخب الأسباني بقوة ضاربة في اليورو. يعني لما نبص على أكثر اللاعبين مشاركة في نسخة 2008 هنلاقي إن 3 منهم كان من برشلونة، و3 من فالنسيا، و3 من فياريال، و2 من ريال مدريد، و2 من ليفربول، و1 من أرسنال. بمعنى تاني مفيش فريق واحد كان مسيطر على التشكيلة. ده مكن أسبانيا من إنها تبدأ عصر جديد في كرة القدم بفوزها باليورو في 2008. ولكن الأمر اختلف مع ديلبوسكي اللي تسلم مهام القيادة التدريبية خلفا للويس أراجونيس، واللي اضطر سعيدا لأنه يرضخ للقوة الغاشمة لبرشلونة ولاعبيها في الفترة دي، واللي سيطروا بشكل كبير جدا على التشكيلة في كأس العالم 2010 ويورو 2012، واللي فازت بيهم أسبانيا كذلك عشان تصبح أول منتخب يفوز ب3 بطولات كبرى ورا بعض، وأول منتخب يكسب اليورو مرتين ورا بعض. فصل هو الأصعب بالنسبة للأسبان في تاريخهم، وبيعتبر أقوى حقبة كروية في تاريخ المنتخبات. ولكن كل شيء سعيد بيكون ليه نهاية. أسبانيا وعلى خطى فرنسا وإيطاليا أصيبت بلعنة خروج البطل من دور المجموعات في كأس العالم اللاحق، لما خرجوا من دور المجموعات من مونديال 2014 في البرازيل بعد ما تلقوا خسارة مدوية من هولندا وصيفة النسخة الماضية بنتيجة 5-1، واللي منهم كان طبعا الهدف الطائر لفان بيرسي. وخسروا من تشيلي 2-0 كذلك، وبفوز وحيد أمام أستراليا. الخروج كان إعلان على نهاية جيل هو الأقوى في تاريخ أسبانيا ومن الأمتع في تاريخ كرة القدم. وبأداء باهت مقارنة بما قدموه سابقا، خرجت أسبانيا من يورو 2016 من دور ال16 بعد الهزيمة بنتيجة 2-0 من إيطاليا، ومن كأس العالم 2018 من دور ال16 كذلك بعد الهزيمة بضربات الترجيح أمام روسيا المستضيفة للبطولة. وصحيح أن أسبانيا خرجت من نص نهائي يورو 2020 بضربات الترجيح من إيطاليا، ومن دور ال16 في كأس العالم 2022 من المغرب بضربات الترجيح أيضا، ولكن البطولات دي كان ليها مكاسب على مستوى اللاعبين تحديدا. نسيج المنتخب دخل فيه عناصر شابة، ولكن عكس بويان كريكيتش كان ليها حضور وتأثير حقيقي. بدري في يورو 2020 بعمر 18 عام واللي خطف كل الأنظار وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، وجافي أو جافي في 2022 بعمر 18 عام اللي أصبح أصغر من يسجل في كأس العالم بعد بيليه في 56، وأول لاعب تحت 20 سنة يسجل لأسبانيا في تاريخ كأس العالم. وغير الاعتماد على المواهب الشابة، المنتخب الأسباني رجع للاعتماد على لاعبين من مختلف الأندية. ولكن بعد خروج أسبانيا من مونديال 2022 جاء لويس دي لافوينتي ليحل محل لويس إنريكي كالقطعة المتبقية لاكتمال المنظومة اللي بتعتمد بشكل أساسي على اللاعبين الشباب. وده لأن المدرب الأسباني ليه خبرة كبيرة جدا في تدريب الفئات السنية الشابة في أسبانيا، وتحديدا من 2013، ونجاحاته أكيد بتتكلم عنه. في 2015 فاز باليورو تحت 19 سنة، وفي 2019 فاز باليورو تحت 21 سنة، ووصل للمباراة النهائية ولكنه حصل على الميدالية الفضية في الأولمبياد في 2020 بالفريق الأولمبي تحت 23 سنة. وبعد ما تسلم قيادة المنتخب الأول في 2022 فاز مباشرة بدوري الأمم الأوروبية في 2023. والمنظومة اللي صنعها دي لافوينتي مكنت العناصر الشابة من التألق،
وما ترددش في ضم لامين يامال صاحب ال 16 عام واللي أتم عامه ال 17 قبل نهائي 2024 بيوم واحد، أو من الاعتماد على لاعبين زي بدري وويليامز وحتى جافي اللي أصيب وما لعبش البطولة. ورغم المشاكل الدفاعية إلا إن وحدة الفريق وقيام كل اللاعبين بواجباتهم حتى البدلاء أحالت دون ظهور أي من المشاكل دي. فخلينا نلقي نظرة سريعة على مشوار اللافوريا روخا في يورو 2024. البطولة بدأت بتواجد أسبانيا في مجموعة الموت مع منتخبات كرواتيا وإيطاليا وألبانيا، وفي المباراة الافتتاحية أمام كرواتيا أسبانيا أعلنت عن نفسها كالمرشح الأول وفازت بنتيجة 3-0 في مباراة ما كانوش هم الأكثر استحواذا على الكرة فيها لأول مرة من مدة طويلة جدا، في إشارة لبعد المنتخب الحالي عن طريقة التيكي تاكا المتبعة في المنتخب الأسباني في آخر 14 سنة تقريبا. الهدف الأول كان من موراتا بعد سرور رائع من فابيان رويز من منتصف الملعب في هجمة مرتدة، والثاني من لمحة عبقرية من رويز نفسه مر فيها من وسط الدفاع الكرواتي في مساحة ضيقة جدا وسجلها في المرمى، والثالث من عرضية قطرية بالمسطرة من لامين يامال ناحية كارفاخال عشان يحصد المنتخب الأسباني أول 3 نقاط في المجموعة. والمباراة الثانية أمام إيطاليا شهدت سيطرة كاملة من الأسبان على المباراة، ولكنهم احتاجوا الهدف بأقدام الدفاع الإيطالي من أجل الفوز ب3 نقاط، وبنفس النتيجة يتفوقوا على ألبانيا في المباراة الثالثة عشان يصبحوا المنتخب الوحيد في يورو 2024 اللي يحقق النقاط الكاملة في دور المجموعات. اسبانيا قابلت جورجيا في اول مشاركه ليها في اليورو في دور ال16، وانهوا امالهم في المضي قدما بعد ما انتصروا عليهم برباعيه مقابل هدف، الاول من رودري بهدف مشابه لهدفه في نهائي الابطال واللي عادل بيه النتيجه، والثاني من فابيان رويز بعد عرضيه قطريه رائعه اخرى من لامين، والثالث جاء من ويليام بشكل ساحق، والرابع كان من اولمو البديل الذهبي في البطوله. وفي ربع النهائي كان النهائي المبكر بين اسبانيا والمانيا المنظمه للبطوله، وبعد بدايه المباراة ب8 دقائق فقط كروس يتدخل بشكل عنيف جدا على بدري ويصيبه إصابة مش بس تمنعه من إكمال المباراة، لا كمان دي تعلن نهاية مشاركته في اليورو في مباراة غريبة جدا من كروس تدخل فيها بعنف على لاعبي اسبانيا. ولكن أفضل بديل في البطولة داني أولمو يعوض غياب بدري بأفضل طريقة ممكنة لما افتتح التسجيل مع بداية الشوط الثاني بعد تمريرة لامين يامال، وكمان صنع هدف الفوز لمايكل مورينو في الأشواط الإضافية بعد تعادل فيرتز لألمانيا قبل نهاية المباراة. مورينو احتفل نفس احتفال والده اللي احتفل بيه في نفس الملعب من 33 عام عشان يتأهل اللافوريا روخا لنصف النهائي. وبعد ألمانيا كان الدور على فرنسا، واللي رغم تقدمهم بهدف من صناعة مبابي وتسجيل كولومواني في الدقيقة الثامنة إلا إن أسبانيا ترجع للمباراة وكمان تفوز بيها بعد ما لامين يامال سجل أجمل هدف في البطولة في الدقيقة 21 واللي هو أول أهدافه فيها، وأصبح أصغر من يسجل في بطولة دولية كبرى بعمر 16 عام و362 يوم، وراح للكاميرا وقال سبيك ناو أو تحدث الآن، رسالة واضحة موجهة لرابيو اللي أصلا تم مراوغته في الهجمة دي بعد ما وجه حديثه في المؤتمر الصحفي للامين يامال وقال له إن محتاج يعمل أكتر من كده لو عايز يوصل لنهائي اليورو. ومباشرة بعدها ب3 دقائق فقط داني أولمو يسجل هدف رائع هو الآخر بعد ما روض كرة مرتدة داخل المنطقة وراوغ الدفاع والكرة في الهواء وسددها بيمناه في المرمى، وكوندي أكد على دخولها للشباك بنفسه. المباراة شهدت مشاركة خيسوس نافاس صاحب ال 39 عام بديلا لكارفاخال اللي كان طرد في نهاية اللقاء السابق أمام ألمانيا. المنتخب الإنجليزي يصل لنهائي اليورو الثاني على التوالي، وبعد ما خسرت نهائي 2020 بضربات الترجيح تخسر نهائي 2024 بأقدام لاعبين لافوريا روخا. مباشرة مع بداية الشوط الثاني لامين يامال يمرر لويليامز اللي يسجل الهدف الأول، وده حصل بعد التعديلات التكتيكية اللي قام بيها لدافوينتي في مراكز لاعبيه عشان لامين يصنع هدفه الرابع، واللي يخليه مش بس أكثر من صنع في النسخة دي ولكنه يخليه يعادل الرقم التاريخي لأكثر من صنع أهداف في بطولة يورو واحدة. وإنجلترا كادت أن تخطف المباراة رغم سيطرة الأسبان عليها بعد تسجيل بالمر من تسديدة أرضية من خارج المنطقة في الدقيقة 73، ولكن كوكوريا يصنع للبديل أورزيابال اللي يحرز هدف فوز الأسبان بالمباراة والبطولة في الوقت القاتل، وتحديدا قبل نهاية المباراة ب4 دقائق. وداني أولمو اللي حرم هاري كين من التتويج في أول مباراة ليه مع بايرن ميونخ في مطلع العام بتسجيله هاتريك في السوبر الألماني حرم الإنجليز كلهم من هدف التعادل في الدقيقة 89 لما تصدى للكرة برأسه من على خط المرمى عشان يحافظ على تقدم الأسبان في المباراة في الثواني الأخيرة ويفوزوا بالمباراة.
اسبانيا بطلا لليورو للمرة الرابعة في تاريخها عشان تصبح اكثر من توج بالبطولة، وهي الفريق الوحيد في تاريخ اليورو اللي يفوز بكل مبارياته في مشوار تحقيقه للقب، وكمان تصبح اكثر فريق تسجيلا للاهداف في بطولة يورو واحدة ب15 هدف. واكدت على قوة الكرة الاسبانية اللي في احصائية عجيبة من 2001 حتى الان لعبوا 27 نهائي ما بين الاندية والمنتخب الاول وفازوا فيها كلها، وفي نسخة 2024 اكتسحوا كل الجوائز ولاعبيها فازوا بكل الالقاب الفردية. لامين يامال افضل لاعب شاب في البطولة، ورودري افضل لاعب فيها، واولمو هداف البطولة بعد ما سجل 3 اهداف متساوية مع 5 اخرين. وحتى من ناحية الاحصائيات لامين يامال هو اكثر لاعب صناعة للفرص الخطرة ب8 صناعات وبضعف اقرب اللاعبين ليه، واللي من ضمنهم ويليامز. غير ان يامال اصبح اول لاعب يساهم بهدف في كل المباريات الاقصائية سواء صناعة او تسجيل في تاريخ اليورو. نكرر تاني ده اول يورو ليه، واكمل عامه ال17 قبل النهائي بيوم واحد بس. واسبانيا عموما امتلكت اعلى اكس جي في البطولة ب 12.8 هدف، وسجلوا 15 هو الاعلى زي ما قلنا. وافضل هدف في اليورو هو هدف لامين يامال في شباك فرنسا. وحتى تشكيلة افضل لاعبين في البطولة تضمنت 6 من اللافوريا روخا، هم يامال وويليامز واولمو ورودري وفابيان رويز وكوكوريا. يمكن الشيء الوحيد اللي اسبانيا ما تفوقتش فيه هو الجانب الدفاعي، وتحديدا الكلين شيت والارقام الدفاعية زي ما هو باين في تشكيلة البطولة، لان الاسبان دخل في مرماهم 4 اهداف في 4 مباريات اقصائية بواقع هدف في كل مباراة، رغم انهم خرجوا من دور المجموعات ومن مجموعة الموت بدون تلقي اي هدف. والمدرب لويس دي لفوينتي اصبح اول مدرب يفوز باليورو تحت 19 سنة وتحت 21 وكمان مع الفريق الاول. ومايكل مورينو والحارس يوناي سيمون هم اللاعبان الوحيدان اللي كانوا ضمن ال3 فرق دول. الشيء الغريب واللي حصل اثناء البطولة وناس كتير اتفاجئت منه، تقريبا العالم كله اتفاجئ منه، هو انتشار صورة من 16 عام وتحديدا في 2007 فيها اسطورة برشلونة ليونيل ميسي بيحمي لامين يامال. ايوه لو فرضنا انك عايش تحت صخرة وكنت اول مرة تسمع المعلومة دي فده فعلا حصل. والصورة كانت ضمن حملة تابعة لمنظمة اليونيسيف مع برشلونة. وبعد 16 عام وبضعة اشهر لامين يامال يقود اسبانيا للتتويج باليورو، والهدف اللي احرزه في نص النهائي كتير شبهوه بطريقة تسجيل ميسي نفسه. وفي نفس اليوم اللي تفوز فيه اسبانيا ميسي يفوز مع الارجنتين بكوبا امريكا للمرة الثانية على التوالي وال16 في تاريخهم، واللي يخليهم اكثر منتخب فوزا بالبطولة، ويكرروا انجاز المنتخب الاسباني بين 2008 و2012 لما فازوا باليورو ثم كأس العالم ثم اليورو بقيادة نجوم برشلونة زملاء ميسي. الأرجنتين فازت بكوبا أمريكا ثم كأس العالم ثم كوبا أمريكا، والفوز ده يضع الأرجنتين في مواجهة أسبانيا في بطولة الفيناليزما في 2025، واللي تقدر تعتبره السوبر بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية. البطولة اللي حامل اللقب فيها المنتخب الأرجنتيني بعد تغلبه على إيطاليا في 2022 بنتيجة 3-0 عشان ليونيل ميسي يقابل لامين يامال مجددا بس في ظروف مختلفة أكيد. مبروك لكل مشجعين اللافوريا روخا وكمان لمشجعين التانجو الأرجنتيني فوزهم باليورو وكوبا أمريكا في ليلة سعيدة لكتير من مشجعين كرة القدم وحزينة للبعض الآخر أكيد. وشكرا ليك صديق الرائع لو كملت الفيديو لحد هنا. كان معكم الرائع دائما أحمد الجعفري. سلام.